حاول يكون رابر وطلع عمل أغنية راب تقريبا أو شيء زي كذا زي وجهه. وبعد كده ما مشيت معاه، فقال عقله، قال له عقله خليني أطلع أحشر العري. وبالنسبة لي الواضح إنه التحشير كان عبارة عن سبسبة وقلة أدب. هذا هو التحشير كان بالنسبة له، الزعيق وقلة الأدب. فيس، طيب، هذا بالنسبة هل لتوكي في يعني بينك إن شاء الله. وبين شيبوبا مشكلة ولا ما في مشكلة؟ نعم. الحين شيبوبة على أي أساس يقول بطيء الحركة؟ يعني أنا أحب أتناقش في موضوع شفافية. لا لا، عادي عادي، لا لا، بالعكس بالعكس، هذه كانت حركة لذيذة من شيبوبة، إنه هو أخذ كلمة سلومو. سلومو اللي هي الناس يفهموها بسلو موشن. هي المفروض أيوه. في ناس يقول لك محمد البطيء، وفي ناس يقولوا لك بطيء الحركة، اللي هو الشرح التفصيلي لكلمة سلومو. فهو استخدمها بطريقة إنه سلو موشن، فبيقول إنه بطيء الحركة. فما كانت هي تحقير، ما كانت أي حاجة، بالعكس كانت طريقة جديدة إني أسمع اسمي بها. وجميلة الطريقة يعني، فنية فنية، كان ما في فيها فكرة، مشاكل. ما هو بس ما بيتونس. بيقول الاسم بطريقة ثانية اللي هو بطيء الحركة، اللي هو سلو موشن. فيس. وأنا فعلا بطيء حركة للأسف يعني، فالحمد لله على كل حال. خلاص، بس هذا اللي كنت من عندي، والسلام عليكم. يعطيك ألف عافية حبيبي، نورت يا وحش. هات قست يا مان، نتناقش إن شاء الله تكون رسلت. اتس سلوايز. سلوايز أوكي، نشوفك. يا اتس سلوايز. اتس سلوايز. اوكي، انا ماني شايف صراحة سلوايز، بس هنا في عندي انترستنج جست، في عندنا بنت طالبة انها تكون جست. ريناد. فحنجرب شيء جديد فريد من نوعه، لانه انا في عندي برضو اشياء كده، استفسارات ابغى اعرفها انا في عالم البنات. ابغى اعرف يعني ايش الشيء اللي يخليهم يسمعوا للراب او يدعموا رابر او يسبوا رابر تاني عشان الرابر الاول. اوكي، ريناد مبدئيا شكلها رسلت قست بالغلط، ولا كانت بتجرب حظها. سحبت مرة بسرعة. اول ما رسلت ريكوست على طول جاني الديكلاين، فشكلها ما كانت في. طبعا بالنسبة للبنات يعني مو شرط تطلعوا وجوهكم، بس نتمنى انه موضوع السماعة والنقاش المحترم، عشان لا يكون واحد خدمي يسوي صوت بنت وقال لك يطلع ويسبسب ويقل ادبه. اذا واحد من الشباب ما يبغى يطلع وجهه يسوي صوت بنت وعادي، لا يطلع وجهه، بس حيضطر انه طبعا يعزقها طول البث انه. جميل. اوكي، شوف على طول عندنا الصيادين انفلتوا، ينادي زينك احب يا ابويا، اهدى لي من كذا. بلاش تطلعونا عبارة عن خرفان بشرية، يعطيكم العافية الله يرضى عليكم. فا ايه. اوه يا زين هرناد، اسمها جميل، شكلها هي كمان جميلة كذا، فاهم؟ تطلع يا واد نفسك سوبر خروف بوي. عموما نخش في اللي بعده. طيب عندنا سكاي سكريبر، يبغى يجي معانا في البث. نشوف ايش عنده سكاي سكريبر. اوكي، سكاي سكريبر برضو سحب. ماني عارف هل هذا شيء جديد يعني موضة جديدة ولا ايش. طيب، طبعا زي ما قلنا نحن اي احد حيقل ادبه بطريقة او اخرى حضطر اني اكشعه زي الكلب. يعني بس كده من غير ما اقول اي حاجة، بس حتنقشع زي الكلب بس. فأتمنى من الناس إنها تراعي إنه في كبار وصغار في البثوث حقتنا، في الكومنتات كمان، أنا ما بتكلم بس على قست. في الكومنت ما حد درك جوك، بوب، بلوك على طول، طاخ طيخ. راق ورابر ويلعب في القوافي، رابر ذكي والذكاء عند أغلب الرابر من هذا، أنت قوي جدا، شكرا والله يعطيك ألف عافية يا في اس ار دوت او. شكرا لك. كلوش يقول قربت ال40 حشم ابوك وامك، مسوي عمره 20 الهطف. يعني هو للاسف هو ما حشم
احد في عيلته او في بلده او في دينه او اي شيء في الاشياء اللي هو بيعملها، بس عادي يعني خليه هو يتكلم يقول الكلام اللي عنده. نحن المفروض من خلال البث حق امس في اشياء كثيره انكشفت سواء لمتابعيني او لمتابعينه. فيلا بسم الله. انكل لوربيكس، اغنيه ماسك جوي نزلت في شهر، بعدها بشهرين او 3 شهور هو جاء الاستوديو حقي وجاب الشباب معاه وسجلت لهم اغنيه. فيعني جاني تقدر اتصال، تقول انه ثواني وجهك، اصبر. جاني خذ اتصال راحتك حبيبي، شويات يعطيك الف عافيه. وارجع لك. يعني نحن حنضطر نسقط احد مكانك، بس يعطيك الف عافيه حبيبي.